السلام عليكم. من قيمة كام يوم كتبت بوست على الفيسبوك بقول فيه إن السينما هي أحد مصادر الدخل القومي. طبعا في ناس كتير دخلت علقت على كلامي وقالت إن السينما دلوقتي ما بقتش هي السينما الجيدة، وإن هي أحد أدوات الشر، وإن هي سينما فاسدة وكل الكلام ده. أنا مش هختلف معاك في حاجة، ولكن في نفس الوقت الكلام اللي اتقال ده هو كلام حقيقي. فعلا السينما أغلبها دلوقتي ما بقتش هي السينما بتاعت زمان. طيب، ليه انا قلت ان السينما هي احد مصادر الدخل القومي؟ لو جينا رجعنا بالسينما زمان، يعني فترة الخمسينات وفترة الأربعينات وفترة الستينات، الفترة دي كانت السينما بتعتبر هي المقياس الرئيسي اللي بيعبر عن قيم المجتمع وبيعبر عن الأخلاقيات اللي موجودة في المجتمع. وطبعا كل مرحلة زمنية وليها أخلاقياتها وليها سلوكها المختلف عن الفترة اللي قبلها. طيب، يبقى من ده كده ايه؟ معنى كده ان السينما هي عباره عن بتعبر عن حاله المجتمع. طيب، هل ده بس؟ لا. السينما مش بس بتعبر عن حاله المجتمع، السينما بتشكل حاله المجتمع. ليه؟ النهارده لما اجي اتكلم على السينما واقول ان السينما اصبحت كلها او معظمها افلام بتتكلم عن اما البلطجه، يا اما قله الادب، يا اما هدم القيم الاخلاقيه اللي موجوده. فمعنى كده ان الشاب او البنت او جمهور السينما بشكل عام، سواء اللي هو كان الجمهور الشبابي، بدا ان هو يقلد هذا الكلام. طبعا السينما دلوقتي اصبح تاثيرها مش زي التاثير القديم، لان دلوقتي اصبحت في وسائل التواصل الاجتماعي والتيك توك والانستجرام والفيديوز وكل الكلام اللي بيطلع على السوشيال ميديا، اصبحت بديل الى صناعه السينما بشكل حقيقي. ولكن تظل السينما هي احد الادوات القويه جدا جدا في تشكيل وعي الشعوب وفي تشكيل قيم الشعوب. طيب، النقطه الثانيه المستخلصه من هذا البوست وده انا عايز اقوله في هذا البوست، هو ان انا النهارده لما اكون انا في السينما بقدم قيمه محدده وببدا ان انا اروجها او ان انا ابيع الافلام بتاعتي الى المنطقه المحيطه بيا، ده هيصبح نوع من انواع التاثير. طبعا انا هيجي لي مكانها فلوس، وفي نفس الوقت ده هيكون تاثير قوه ناعمه قويه جدا على محيط المنطقه. يعني قوه مصر زمان ما كانتش فقط قوه عسكريه، ولكن القوه كانت قوه ثقافيه. وعشان كده اغلب الشعراء او الفنانين او الممثلين او المغنيين او اي حد بيشتغل في المجال الفني عشان يتعرف كان لازم يجي مصر. ليه؟ لان مصر هي تعتبر هي العمود الاساسي او العمود الفقري للفن بشكل عام. ولو كان الكلام ده مش سليم، ما كانتش السعوديه حاليا بتلجا الى تجنيس بعض الفنانين المصريين والى اظهار الثقافة السعودية وإلى إظهار المجتمع المدني السعودي بالصرف بالمليارات على الأفلام الممثلين المصريين، زي طبعا آخرهم فيلم أولاد رزق لأحمد بتاع ده احمد عز وبقيه الممثلين التانيين. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان السينما بتشكل حاله من حالات التاثير القومي والتاثير النوعي في مش بس في محيطك المجتمع المصري، ولكن كمان في محيط المجتمع الخارجي كمان بشكل كبير. تمام؟ طيب، يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت حضرتك لو جيت قدمت قيمه حقيقيه في افلامك وبدات الناس تخش الافلام مره تانية، لان احنا لاحظنا ان بعد وجود مجموعه كبيره جدا من الافلام اللي للاسف مش كويسه او بتمثل حاله من حالات الخروج عن قيم المجتمع او بتهدم قيم المجتمع، في جمهور كبير جدا جدا من الاسر اللي هي الطبقه المتوسطه بدات تعزف انها تخش السينما، بالاضافه كمان الى ارتفاع اسعار السينما المبالغ فيها بشكل كبير. ده ادى الى ضغط كبير جدا على ميزانيه الاسره، فاصبح رب الاسره مش هيقدر يخش السينما مثلا يدفع 400 جنيه 500 جنيه لمجرد تذاكر فقط. تمام؟ فطبعا ارتفاع اسعار السينما وعدم وجود الافلام الجيده وعدم وجود المنتجين الجيدين اللي يبتدوا ان هم يصرفوا على الافلام ذات القيمه وذات الجوده، كل ده ادى في النهايه الى ضعف حاله السينما اللي احنا كلنا شايفينها حاليا دلوقتي. ولكن اذا قدرت ان انت تقدم قيمه، ودي النقطه الاساسيه اللي انا عايز اتكلم عليها في هذا الفيديو، ان القيمه اللي انت بتقدمها هي اللي بتحدد دخلك. النهارده لو السينما قدمت قيمه جيده جدا، ساعتها ان انت تحقق دخل كويس جدا من الفيلم اللي انت بتنتجه. يعني فيلم انا لسه امبارح شايف مثلا فيلم السرب فيلم جيد جدا ممتاز جدا من نواحي كتير. فيلم زي فيلم مثلا اولاد العم حقق ايرادات قويه كبيره جدا. فهذه النوعيه من الافلام التي تمثل قيمه، تمام، هذه القيمه بتشكل وعي الشباب وبتشكل وعي المجتمع، او ما صح، بتعيد تاسيس قيم المجتمع على اسس ثابته وعلى اسس حقيقيه، غير ال ال ال
المسببات الاخرى اللي كانوا بيتكلموا عليها، يقول لك ان السينما هي مجرد بتعبر عن حاله المجتمع، وجايبين دايما الافلام البلطجه، وان هو ده المجتمع المصري. المجتمع المصري مش مجتمع بلطجه، المجتمع المصري مش مجتمع قله ادب، المجتمع المصري مش مجتمع كله عباره عن يعني معلش يعني راقصات او كل الكلام ده اطلاقا. اطلاقا المجتمع المصري مش عشوائيات فقط، المجتمع المصري فيه قيم حلوه جدا، المجتمع المصري فيه تقاليد قويه جدا، المجتمع المصري فيه شباب حلو جدا، المجتمع المصري فيه اخلاقيات ممتازه جدا. ولكن مجموعه من الناس اقنعوا المنتجين او اقنعوا المخرجين ان هو ده الترند، هو دوت اللي بيجيب فلوس، وهو دوت اللي بيكسب. تمام. الكلام ده يا جماعه مش سليم، الكلام ده مش مظبوط. حضرتك لو قدرت ان انت تقدم قيمه حقيقيه في العمل الفني اللي انت بتقدمه، زي مثلا ما بنشوف محمد صبحي دايما بيحاول يقدم قيم اخلاقيه وقيم انسانيه وقيم اجتماعيه تؤدي الى زياده الوعي في المجتمع وتؤدي الى زياده القيمه في المجتمع، ده هيسبب بيك الى دخل كبير جدا. تمام. اخر نقطه احب اختم بيها هذا الفيديو، دايما اخلق نفسك قيمه، مش فقط في مجال السينما، انا بس اخدت السينما كمثال، ولكن كمان اخلق نفسك قيمه في عملك. القيمه هي التي تدر الدخل، القيمه هي التي تاتي لك بالاموال، القيمه هي التي ترفع شانك بين الناس، القيمه هي التي ستخلد ذكرك بعد موتك. تمام. بشكركم جدا جدا جدا، بتمنى ان هذا الفيديو يكون مفيد للجميع. ان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمه مع بعض وفي برنامج في العربيه. شكرا جدا لكم، كان معكم خالد الحداد. السلام عليكم.